مرحبا. اليوم المثل ياكل ويتمسح بالحياطين. هذا المثل كان يقال يعني بالمضايف، هو من ضمن المضايف كان يستخدم، يعني انه اكو شخص تعزمه وتوكله وتداري وشو اسمه من ناحيه الاكل، فهذا الشخص حتى لا يبين انه صاحب البيت عزمه او اكله ويبين انه صاحب البيت بخيل، فشي يسوي؟ يروح يمسح ايده بالتراب وينظفها حتى يبين قدام العالم انه هو مو ماكل عند هذا بالبيت، لان هذا بالبيت معناته بخيل بين قوسين. هو هذا اللي قصده انه من هذا الموضوع. والمثل الثاني اللي يضرب هذا الموضوع انه شو اسمه، شخص انت عندك مصلحه وياه وعندك شغله وياه، تروح تتمسح بيه الى ان يعني شلون يسوي لك الشغله ويكمل، بولا انت تنكر مباشره، تنكر اول ما تنتهي مصلحتك وياه، تنكر كل شيء وكانه لم يعني ما سوى شيء، كانه ما سوى شيء هو. فهنا هذا يقولون عليه ياكل يتمسح بالحياطين. وشكرا.